بيبدأ الأنمي بتانجيرو اللي بيكون عايش هو وعيلته على جبل قريب من المدينة، واللي بينزل يبيع فيه الفحم عشان أبوه ميت وهو المسؤول عن أهله، وبيتميز بحاسة شم مش عادية. وفي يوم كان رايح المدينة عشان يبيع فحم، وبعد ما خلص بيع الفحم اللي كان معاه بيرجع البيت، ولما كان ماشي في الطريق بالليل بيقابل راجل بيقوله تعالى بات عندي الليلة دي عشان الوقت متأخر والدنيا دلوقتي مش أمان، وبكرة كمل في طريقك. فبينام تانجيرو عنده وتاني يوم بيكمل طريقه، ولما بيوصل بيصدم من اللي شايفه، بيشوف عيلته مقتولين بأبشع الطرق ومرميين على الأرض، وتانجيرو بيكون مصدوم ومش مصدق ومش فاهم ايه اللي حصل. وساعتها بيلاقي اخته هي اللي فيها النفس ولسه عايشه، فبيشيلها على كتفه عشان يوديها المدينه يمكن حد ينقذها. وطول الطريق كان ماشي بيعاتب نفسه وبيقول كل ده حصل امتى وازاي، كل ده بسببي. وبيكون ساعتها مش قادر يتنفس من شده بروده الجو. وساعتها بتفوق اخته نيزوكو وبيكون شكلها غريب وبتوقعه من على الجبل، بس بيقع على التلج ومش بيحصل له حاجه. ولما اخته بتنزل له بتهجم عليه، فساعتها تانجيرو بيقول انا اختي اتحولت لشيطانه، معنى كده ان هي اللي قتلتهم، بس ده مستحيل لانها كانت على الارض وبتحاول تحمي اخويا الصغير، وغير كده كان في ريحه شخص تاني في المكان. ونيزوكو جسمها بيكبر جدا، وساعتها تانجيرو بيعيط على اللي حصل لعيلته وهو مش موجود، وبيحاول يفوق نيزوكو ويفكرها بذكرياتهم. وساعتها نيزوكو بتعيط وبتكون افتكرت كل حاجه. وفي الوقت ده بيوصل شخص ومعاه سيف وبيهجم على نيزوكو، لكن تانجيرو بيقدر يحمي اخته. وتانجيرو بيشوف السيف بتاعه بيكون مكتوب عليه قاتل الشياطين، فبيقول له دي اختي مش شيطانه. فبيروح عليه الشخص ده بسرعه كبيره وبيخطفها منه، وبيقول له ازاي يعني دي مش شيطانه، دي كانت بتحاول تقتلك. فتانجيرو بيقول له دي اختي وهي ما قتلتنيش، عمرها ما هتقتلني وعمرها ما هتأذي اي حد، وانا هعمل كل حاجه اقدر عليها عشان ارجعها بشريه تاني. فبيقول له لا، اي انسان بيتحول لشيطان عمره ما بيرجع تاني. وساعتها تانجيرو بيترجع عشان يسيب اخته لانها اخر شخص فاضل له من عيلته. وساعتها الراجل بيتعصب عليه وبيقول له اوعى تترجى اي حد او تتذلل لحد، وضعفك ده كان هو السبب في موت عيلتك، ولو انت عايز اختك تعيش يبقى لازم تقاتل عشانها. اي نعم في طريقه عند الشياطين يرجعوا بيها اختك، بس انت هتدخل ما بينهم ازاي؟ انت هتدخل ما بينهم ازاي بضعفك ده؟ وتانجيرو ما بيكونش مستحمل كل الضغط ده عليه وبيعيط، بس كان لازم تسمع الكلام ده عشان تتغير. وساعتها بيقرر يقتل نيزوكو، لكن تانجيرو بيرمي عليه صخره وبيهجم عليه بالفاس، لكنه بيضربه وبيوقعه على الارض. وساعتها بيلاقي الفاس جاي عليه وهتموته، لكنه بيتفاداها في اخر لحظه. وساعتها بيفهم تانجيرو عمل ايه، هو رمى عليه الصخره ولما استخبى ورا الشجره رمى عليه الفاس وهجم عليه بزاويه بحيث ان ايده تكون وراه وما يعرفش خطته. وساعتها نيزوكو بتضرب الراجل بالطياره، وبيكون مفكرها هتاكل تانجيرو بس هي بتدافع عنه وبتحميه. وساعتها بيعرف ان هي مش زي باقي الشياطين، فبيضربها ضربه بتفقدها الوعي وبيحطها جنب تانجيرو. ولما تانجيرو بيصحى بيقول له روح للمعلم اوروكوداكي ويقول له انك من طرفي وما تعرضش اختك للشمس. وبعدها بيروح تانجيرو يدفن عيلته وبياخد اخته وبيروح للمعلم اوروكوداكي، واللي بيكون بيدرب اي حد عايز ينضم لفيلق قتلة الشياطين. وبعدها المعلم بيقول له سيب اختك وتعالى معايا، فبياخده وبيطلعه الجبل وبيقول له معاك لحد قبل الفجر عشان ترجع للبيت، وبيسيبه وبيمشي. وتانجيرو مفكره عايز يختبر قدرته على حفظ الطرق، بس لا يا تانجيرو. وساعتها تانجيرو بيلاقي افخاخ في كل مكان وبيتبهدل على الاخر، وبيكون حاسس انه مش هيوصل خالص. بس بعدها بيفتكر اخته نيزوكو وانه عايز يرجع لها، فبيهدي نفسه وبيعتمد على حاسه شمه عشان يوصل. وبالفعل بينجح تانجيرو في الوصول للبيت، وساعتها بيلاقي اخته نايمه، ودي بتكون تعويذه عملها عليها المعلم واللي بتخليها تنام بدل الاكل. وساعتها المعلم بينادي على تانجيرو بيقول له تعالى اعرفك على اللي انت ما تعرفوش عن الشياطين، واللي ما بيتغذوش غير على البشر. والشياطين دول محدش يعرف هم اصلهم ايه او جم ازاي، وقوتهم الجسديه كبيره جدا، وكمان عندهم قوه التجدد، وبعضهم بيكون عنده قوه خارقه. والشياطين دول مش بيموتوا غير بطريقتين بس، الاولى عن طريق اشعه الشمس، والتانيه عن طريق سيف قتله الشياطين. وفيلق قتله الشياطين هم مجموعه من البشر هدفهم الاسمى هو عباده الشياطين، لكنهم ما بيكونش معترف بيهم من الدوله. والمنظمه دي موجوده لحد النهارده وتضم مئات الاعضاء، وانا مدرب بدرب كل اللي عايز ينضم لفيلق قتله الشياطين. وعشان تنضم لفيلق قتله الشياطين لازم تمر باختبار، ولو نجحت فيه هتكون قاتل شياطين، وانا بدربك عشان تنجح في الاختبار، وانا اللي هحدد اذا كنت هتروح الاختبار ده ولا لا. وتانجيرو فعلا بيكون بدأ في تدريباته وتعلم حاجات كتير وبقى اقوى وحسن من حاسه شمه، والمعلم علمه تقنيه التنفس او التركيز التام. وبعدها تانجيرو بيكون خلص تدريباته في المعلم بيقول له انت كده تمام، بس في حاجه اخيره، شايف الصخره دي انا عايزك تشقها نصين وبعدها هتكون جاهز انك تروح الاختبار. وتانجيرو بيكون مصدوم وحيران وبيتدرب طول اليوم ومش عارف يعمل ايه، وبيفضل على الحال ده لمدة 6 شهور. وفي مرة بيظهر له 2، الأول سابتو والتانية ماكومو، وبيقولوا لتانجيرو انت ضعيف بطيء جبان، والصفات دي مش صفات قتل الشياطين. وساعتها بيهجم سابتو على تانجيرو وبيكون معاه سيف خشب، وسابتو بيكون متفوق على تانجيرو، وسابتو بيكون أقوى من تانجيرو. وبعدها بدأ في تدريبه وفضلوا كده كل يوم،
وثابتو بيهزم تانجيرو كل مرة بسهولة، وماكومو بتعلمه تقنيات كتيرة، وبرضه ثابتو بيتغلب على تانجيرو، والوضع ده بيستمر لمدة 6 شهور. وساعتها بيتواجهوا للمرة الأخيرة، بس المرة دي تانجيرو هو اللي بينتصر، وبيتفاجئ ساعتها لما بيلاقي الصخرة اتشقت لنصين، وساعتها بيظهر المعلم وبيقول له مبروك كده انت تقدر تروح الاختبار. وفعلا بيروح تانجيرو لمقر الاختبار، وبنعرف ان مقر الاختبار هو سجن للشياطين، وما بيكونوش عارفين يهربوا بسبب الازهار دي. المهم بنعرف ان الاختبار ده هيكون كالتالي: كل الممتحنين هيدخلوا مع الشياطين لمدة 7 ايام، واللي هيفضل عايش هيكون قاتل للشياطين. ولما بيبدأ الاختبار وبيدخل تانجيرو بيلاقي 2 من الشياطين، فبيستخدم تنفس الماء وبيخلص عليهم، وساعتها بيشوف واحد بيهرب من شيطان عملاق، والشيطان بيكون هياكله، لكن تانجيرو بيتدخل في اخر لحظه وبينقذه. ولما الشيطان بيبص على تانجيرو بيضحك وبيقول لتانجيرو انت من تلاميذ اوروكوداكي صح؟ ده انا هنفخك يلا. وتانجيرو بيكون مصدوم، اللي هو انت ازاي عرفت ان انا من تلاميذه؟ وساعتها بنعرف ان اللي حبسه هنا هو اوروكوداكي، والشيطان ده بيكون قتل اكتر من 50 واحد، منهم 13 من تلاميذ اوروكوداكي، واللي بيعرفهم من اقنعتهم والمفاجاه انه قتل ثابتو وماكومو. وتانجيرو بيكون مصدوم ازاي هم كانوا بيضربوني مع انهم مقتولين في الاساس. وساعتها الشيطان بيستفزه وبيقول له انه قتلهم بطريقه بشعه، وثابتو كمان مع انه كان قوي، بس لما وصل عند رقبتي سيفه اتكسر وقتلته. فساعتها بيتعصب تانجيرو وبيهجم عليه بضربات قويه، وبيوصل عند رقبته، والشيطان بيكون عايز يهجم عليه زي ثابتو وسيفه يتكسر وبعدها يقتله، لكن تانجيرو بيصدمه وبيصدمنا وبيخلص عليه. وبعدها تانجيرو بيقضي ال7 ايام في صراع، لكنه بينجح في النهايه، وبيتفاجئ ان اللي اجتازوا الاختبار ده هم 4 وهو واحد منهم. وبعدها كل واحد فيهم بياخد غراب، وهو ده وسيله التواصل بتاعتهم واللي بيبلغهم بالمهمات بتاعتهم. وبعدها بيخلوا كل واحد يختار المعدن اللي هتصنع منه السيف بتاعه، وتانجيرو بيختار واحد باستخدام حاسه شمه. وبعدها لما بيرجع بيشوف اخته نيسكو واللي بتكون فاقد، وساعتها بيجري عليها وبيقع على الارض، لكن نيسكو بتروح له وبتحضنه، وتانجيرو بيعيط لانه كان بيفكر فيها طول الوقت وعمرها ما راحت من باله. وبيجي المعلم وبيحضنهم هما الاثنين، وبعد 15 يوم بيجي السيف بتاع تانجيرو، وبنعرف ان السيف ده بيتلون حسب الشخص اللي حامله، وساعتها سيف تانجيرو بيتحول للون الاسود واللي بيكون نادر جدا. وساعتها بتجيله مهمته الاولى واللي هتكون في قريه بيختفي منها البنات، فبياخد الصندوق اللي المعلم عمله له عشان اخته، وبياخد اخته وبيمشي. ولما بيوصل هناك بيلاقي الناس كلها خايفه، وبرضه البنات لسه بتتخطف من غير اي اثر. ولما بيستخدم حاسه شم وما بيلاقيش حاجه، بس في ليله شم حاجه غريبه وانطلق ناحيتها، وبنشوف ساعتها بنت نايمه، وفجاه بنلاقي شيطان بيطلع من تحت الارض وبيخطفها. ولما تانجيرو بيوصل بيعرف مكانهم بحاسه شمه، وساعتها بيضرب السيف في الارض مكان الشيطان، وساعتها بيقدر يطلع البنت وينقذها. وساعتها بنعرف ان الشيطان ده بيستخدم قدره واسمها فن الدم الشيطاني، وبنعرف ساعتها ان مفيش غير شيطان واحد هو اللي بيقدر يحول البشر لشياطين، وبيكون ده اول شيطان اتوجد على الارض، واسمه كيبيتسو جيموزان، وده تقريبا هو اللي قتل عيلة تانجيرو وحول اخته لشيطانة، وكمان هو الوحيد اللي يقدر يرجع نسجه البشرية تاني. نرجع لتانجيرو واللي بيكون بيواجه 3 نسخ من الشيطان، وتانجيرو بيواجه صعوبة في قتال الشيطان عشان الصندوق اللي شايله على ظهره والبنت والواد اللي بيحميهم، وما بيكونش عارف يعمل حاجة للشيطان، لكن نسكو بتنضم للقتال وبتكون قوية، وتانجيرو بيعتمد عليها. وساعتها تانجيرو بينزل تحت الارض للنسختين التانيين وبيستخدم تنفس الماء وبيخلص عليهم، وبنشوف نسكو وهي بتقاتل اخر نسخة من الشيطان واللي بيقدر يعورها، لكن تانجيرو بيوصل وبيقطع له ايده، وبعدها بيسأله وبيقول له انت تعرف موزان؟ لكن الشيطان بيترعب اول ما بيسمع اسمه ومش بينطق بحرف واحد، وبيجدد دراعه وبيهجم عليه، لكن تانجيرو بيقطع له ايديه وراسه، وبيكون كده خلص اول مهمة ليه. ولما بيكون مروح بيجيله الغراب وبيبلغه بالمهمة الجديدة، وبتكون في مدينة كبيرة وبيكون في اشاعة عن شيطان متخفي وسط الناس، وتانجيرو بيكون رايح عشان يلاقيه ويخلص عليه، لكنه بيقعد عشان يرتاح شوية، بس ساعتها بيتفاجئ لانه شم ريحة قاتل عيلته، وساعتها بيروح له وبيحط ايده عليه وبيكون لسه هيخلص عليه، لكنه بيلاقي طفلة بتقول له يا بابا هو ده الشيطان اللي متخفي بين الناس، هو ده كيبيتسو جيموزان اللي خلى حياة تانجيرو عبارة عن جحيم. وبنتفاجئ انه حول الراجل ده لشيطان عن طريق جرحه، والراجل ده عض مراته بعد ما تحول لشيطان، لكن تانجيرو بيمسكه وبيوقعه على الارض، فبيستغل موزان الوضع ده وبيهرب من المكان. وتانجيرو بيكون في قمة الغضب لانه عايز يمسك موزان، لكنه مش هيقدر عشان الشيطان اللي هو ماسكه. وساعتها الشرطة بتيجي وبتحاول تبعد تانجيرو عن الشيطان، وفي الوقت ده بنلاقي ظهور وهمية ظهرت وبتبعد تانجيرو عن الشرطة، وبنعرف ان ده من فعل احد الشياطين، وبتكون دكتورة واللي جنبها ده هو المساعد بتاعها، وبيكون هدفهم الاسمى هو القضاء على موزان. وساعتها بياخدوا تانجيرو واخته والبنت اللي اتعضت من الشيطان، وبياخدوا الشيطان كمان معاهم على القصر الخاص بالشيطانة، وبتحبس كمان الشيطان اللي تانجيرو كان ماسكه، وبيكون اسمها تامايو، والشيطان اللي معاها اسمه يوشيرو. وبنعرف انها قدرت تلغي اللعنة بتاعت موزان، واللعنة بتتفعل لما اي شيطان يقول اسمه موزان وبتقتله. وفي الوقت ده بنشوف موزان واللي بيبعت 2 من الشياطين لتانجيرو عشان يخلصوا عليه. نروح بعدها لتانجيرو واللي بيسأل الشيطان عن طريقة لإرجاع الشياطين إلى بشر، فبتقوله دلوقتي لأ، بس ممكن نكتشف طريقة عن طريق دراسة عينات دم الشياطين، وبالتحديد القريبين من موزان واللي اسمهم الأقمار ال12، وعشان كده
اي شيطان تقتله وابعت لي عينه دم منه واحنا هنقوم بالباقي. وساعتها بنلاقي كور بتقتحم المكان وبتدمره، واللي عمل كده هما الاثنين اللي موزان بعتهم عشان يخلصوا على تانجيرو. والبنت دي هي صاحبه القوه، والواد اللي جنبها عنده قدره الاسهم واللي بتتحكم في اي حاجه واللي من ضمنها القوه. وساعتها بتبدا المعركه والبنت بترمي الكور والواد بيتحكم فيها وبيدمر المكان كله وبيدمر دماغ يوشيرو. وساعتها بيرمي الكره ناحيه تانجيرو لكنه بيستخدم تقنيه التركيز التام وبيوقف الكره، وبنلاقي يوشيرو بدا في تجديد راسه. وساعتها الشيطانه بتقول انها من الاقمار الاثنى عشر. تانجيرو بتصدم، وساعتها الشيطانه بتظهر 4 دراعات وبتزيد من عدد الكور وبتهجم عليه من تاني، وتانجيرو بيكون في وضع لا يحسد عليه. وساعتها يوشيرو بيقول له هو انت مش شايف الاسهم؟ وساعتها بيعمل له تعويذه عشان يشوف الاسهم، وتانجيرو بيشوف الاسهم وبيعرف انها هي اللي بتحرك الكور بالسرعه والقوه دي. وساعتها بيطلع وبيقول لنيزوكو تدور على شيطان الاسهم وبيفضل يروخ في الاسهم. وساعتها نيزوكو بتلاقي الشيطان وبتضربه فالكور بتفقد قوتها. وساعتها بيستغل تانجيرو الوضع وبيقطع دراعات الشيطانه لكنها قويه وبتجدد دراعاتها بسرعه كبيره جدا. والشيطان التاني بيرمي نيزوكو على تانجيرو، فساعتها يوشيرو بيقول له خليك انت مع بتاع الاسهم واحنا هنخلص على بتاعه القوه. وساعتها تانجيرو بيهجم عليه لكنه بيتحكم في اي حاجه الاسهم بتيجي عليها حتى البشر، وتانجيرو بيكون متبهدل على الاخر ولكنه بتجيله فكره وهي انه يتفادى الاسهم عن طريق التركيز التام وبيعمل كده وبينجح. وساعتها بنشوف نيزوكو واللي معاه وبيحاولوا يهجموا على الشيطان لكن الشيطانه بتطير رجل نيزوكو وبتضربها وبتطيرها بعيد. وساعتها تاميو بتديها علاج خاص بالشياطين عشان تجدد نفسها. وتانجيرو في الوقت ده كان لسه بيواجه الشيطان، والشيطان بيلف سهم على ايد تانجيرو عشان يكسرها له، لكن تانجيرو بيعمل حركه في منتهى الذكاء بيلف نفسه في اتجاه السهم وبيتحرر منه. والشيطان ساعتها بيتعصب وبيشن هجوم قوي على تانجيرو لكنه بيقدر يتفادى الهجوم وبيستخدم تنفس الماء وبيخلص على الشيطان. ولكن الشيطان بيفعل هجومه الاخير قبل ما يموت وبيطلع فيه كل طاقته، وتانجيرو بيتبهدل من الهجوم وما بيكونش قادر يعمل حاجه وبيفضل على كده لحد ما الشيطان بيتبخر. وساعتها تانجيرو بيقع على الارض وما بيكونش قادر يتحرك، ولكنه بيكون قلقان على نيزوكو وبيزحف على الارض عشان يروح لها. وساعتها نيزوكو بتكون جددت نفسها وقوتها زادت بشكل كبير جدا بفضل الدواء وبقت قادره تنفس الشيطان، وهما الاثنين قوتهم في مستوى تاني. وساعتها تاميو بتستخدم فن الدم الشيطاني بتاعها وبتعمل تعويذه واللي بتخلي الشياطين ما يكذبوش، وبتسالها عن موزان والشيطان وقعت بلسانها وقالت اسمه موزان. وساعتها بتتفعل لعنه موزان وبتخلص عليها. وفي الوقت ده تانجيرو كان وصل وشاف اللعنه وهي بتتفعل، وساعتها بيعرف ان موزان هو الشيطان الحقيقي. وساعتها تاميو بتاخد عينه من دمهم وبتعرف انهم مش من الاقمار الاثنى عشر وانهم شياطين عاديين، لان الاقمار الاثنى عشر بيكون محفور ارقامهم على عينيهم ودول عينهم عاديه جدا. وبعدها تانجيرو بيودع تاميو ويوشيرو، وبكده بيكون انتهى الجزء الاول من حكايه تانجيرو. يا ترى تانجيرو هيعمل ايه وهيرجع اخته بشريه تاني ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الجزء الثاني من حكايه تانجيرو. وقبل ما تقفل ما تنساش الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تشترك في القناه وتحط لايك للفيديو. ويلا يا عم، سلام.